يا صباح الفضايح والأسرار اللي محدش يعرفها. العالم اللي احنا عايشين فيه ده فيه بلاوي احنا ما نعرفش عنها حاجة، وحكايات تخلي عقلك يفصل منك. النهاردة هنشوف الوش التاني للجنون اللي البشر وصلوا له. هنبدأ من غابات أفريقيا وطقوس سحب الروح بالأعشاب، ومنها لآسيا وسر الاستحمام باللبن، والصدمة الحقيقية في مراكز تجميل أوروبا لما تلاقي كائنات مرعبة بتمص دم البنات. وفي الآخر هنروح للصين اللي قلبت الدنيا وصنعت عرايس سيليكون بديلة للبشر. فتح عينك وركز في كل دقيقة، لأن اللي هتشوفه دلوقتي هيخليك تعيد حساباتك في كل حاجة. ويلا بينا. تعال بقى النهاردة أوريك أغرب أنواع العلاج اللي موجودة في غرب أفريقيا، واللي بيسموها بالعلاج الروحاني. ودي تعتبر تقاليد وطقوس قديمة جدا موجودة هناك، واللي بيستخدموا فيها الأعشاب الطبيعية وكمان طقوس دينية زي ما انت شايف كده. وبيقولك إن العلاج ده بيسحب الطاقة السلبية من الجسم. والمعلومة اللي تصدمك بقى إن رغم التطور اللي احنا فيه، لسه في ملايين هناك بيثقوا في المعالج الروحاني أكتر من الدكاترة، وبيعتبروا إن أي مرض عضوي هو عين أو سحر وملوش علاج إلا الطقوس دي. ومن طقوس العلاج الغريبة في أفريقيا تعالوا نروح لآسيا ونشوف أغرب العادات والتقاليد هناك. تعال بقى النهاردة أوريك الناس اللي بتستحمى باللبن. أيوة يا سيدي، دي تقاليد قديمة جدا موجودة في دول زي الهند، وبيسموا الطقس ده أبيشيكا. بيجيبوا اللبن ويحموا بيه البنات والشباب، وبيقولك إن الطريقة دي بتجلب لهم الحظ. أي اتنين مخطوبين أو داخلين على جواز بيعملوا معاهم نفس الطريقة، علشان بيقولك إن أيامهم تبقى بيضة. والمعلومة اللي تهمك إنهم مش بس بيستخدموا اللبن عشان الحظ، ده كمان بيعتبروا اللبن رمز للنقاء والبركة. وفي معتقدات هناك بتقول إن ده بيطهر الروح والجسد قبل ما يبدأوا حياتهم الجديدة مع بعض. سيبك بقى من الحظ والأيام البيضة وتعالى نطلع على أوروبا. تعالى بقى النهاردة أوريك أغرب عمليات التجميل اللي بتعملها البنات في أوروبا، وبيقولوا عليها تنظيف للبشرة. والحقيقة غير كده، الناس دي بتستخدم كائن اسمه ليتش أو العلق الطبي، بيحطوه على جسمهم وبيقولك إنه بينظفه. ولكن المرعب إن الكائن ده بياكل الجلد وكمان بيمتص الدم. أيوة زي ما انت شايف. والمعلومة اللي تخضك بقى إن رغم شكله المقرف ده، في مراكز تجميل عالمية بتسوق له على إنه بوتوكس طبيعي، لأنه بيفرز إنزيمات بتمنع التجلط وبتجدد الدورة الدموية. بس طبعا المنظر لوحده كفيل يخليك تفكر 1000 مرة قبل ما تجربه. سيبك بقى من رعب التجميل وتعالى شوف الموضة اللي قلبت الدنيا. تعال بقى أوريك أغرب صيحات الموضة اللي قلبت السوشيال ميديا. اللي قدامك دي عرضة الأزياء الألمانية الشهيرة هايدي كلوم في حفل البيبلز تشويس أووردز. زي ما انت شايف، الفستان مش مجرد قماش، ده تصميم من ابتكار كاميلا بورشي، ومصنوع من مادة الليتكس اللي بتبان كأنها طبقة جلد تانية على الجسم، وبتفاصيل هندسية غريبة زي ما انت شايف في الأحزمة الجانبية دي. ومش عايزك تتصدم لما تعرف إن الفساتين اللي من النوع ده بتوصل أسعارها لآلاف الدولارات، لأنها بتتصمم بالملي على مقاس الجسم عشان تطلع بالدقة دي. سيبك بقى من فساتين المشاهير وتعالى نطلع على الصين. تعالى بقى أوريك إيه اللي هيحصل في العالم بعد ما الذهب غلي ووصل لأرقام فلكية. الصين استغلت الأزمة دي وبدأت تصنع عرايس سيليكون وبتوزعها على العالم، وأي حد مش قادر يتجوز بسبب المصاريف والذهب بيجيب العروسة السيليكون اللي انت شايفها قدامك دي. والمعلومة اللي هتجننك إن العرايس دي بيسموها TPE dolls، وهي مصنوعة من مواد كيميائية بتخلي ملمسها زي ملمس جلد البشر بنسبة 95%، لدرجة إن الصين سجلت ارتفاع ضخم في مبيعاتها السنة دي كبديل اقتصادي للجواز، فحاجة ربنا يرحمنا منها بصراحة. سيبك بقى من العرايس والجو ده وتعالى أوريك المستقبل وصل لفين. تعالى بقى النهاردة أوريك اختراع جامد جدا هيخلي الناس تاكل عيش. لو انت بتدور على شغل أو عايز تفتح مشروع، الاختراع اللي معانا النهاردة سهل وبسيط جدا وممكن أي حد يشتغل فيه. الاختراع ده هو ماكينة الحفر والنقش بالليزر، وتحديدا النوع اللي بيسموه ليزر الألياف أو الفايبر ليزر. والمعلومة اللي تهمك إن ليزر الألياف ده هو الأسرع عالميا، وسره إنه بيبخر سطح الصخر بشعاع دقيق جدا ومن غير ما يلمس الخامة، وده اللي بيخليك بطلع أدق التفاصيل في وقت قياسي. مشروع كامل في مكانة واحدة. أدينا شفنا العالم رايح لفين، من فساتين بلاستيك لعرايس سيليكون لحد ما كان بينحت في الصخر بالليزر. الحكاية ما بقتش مجرد تكنولوجيا، دي بقت دنيا تانية خالص. قولي بقى في التعليقات، لو معاك تمن مكنة الليزر هتبدأ مشروعك ولا لسه شايف إن الذهب هو الأضمن؟ وما تنساش اللايك يا بطل عشان يوصلك كل جديد. سلام.